السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نصاوبو لي طرونش بلا كريم. هاد لي طرونش اللي كيجيو بنكهات مختلفة، اللي نكهة الحامض ونكهة التوت او الفراولة، يعني نكهات متعددة على حسب الذوق ديال كل واحد. صراحة كيجيو غزالين وساهلين، سهلين في التحضير. فقط نتفرجوا في الفيديو كامل ونتبعوا الخطوات ونقيدوا يعني المقادير، يعني ورقة وستيلو ضروري يكونوا معنا. فعلى بركة الله نبداو. بالنسبة للجينواز، يعني الكيكة الطبقة ديال الكيك، عندنا فيها تقريبا ما يعادل 6 البيضات، قبيصة الملح، دقيق، وكاس كبير ديال العنبة ديال السكر. ففي هذا الاناء غادي نبداو على بركة الله، غنديروا 6 البيضات. بالنسبة لستة البيض على حسب، يعني على حسب شحال نتوما. مثلا اذا كنتي بغيتي واحد الكمية كبيرة، كديري كمية كبيرة ديال البيض، مثلا 6 البيضات حتى 4 البيضات. بالنسبة للناس اللي قلال، فقط يكتفي انه 2 بيضات او 3 البيضات فقط. فغتعطيك واحد الكميه اللي يعني على قد نتوما اللي في البيت. فهنا تقريبا عندي درت 6 البيضات، وغادي نضربهم مزيان 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 بهذا الخلاط اليدوي، الخلاط الكهربائي اليدوي. غادي نخلطهم مزيان. هما صراحه كيبغيو، يعني السر ديال لاجينواز هو انك تضربي البيض مزيان بالخلاط حتى تشوفيه ولا بحال لا كريم. كياخد معاك شويه ديال الوقت. هنا غادي نضربو مازال كاع ما ضفت السكر. بالنسبه اللي ما كتوفرش على الخلاط اليدوي، يعني هذا يكتفي الى عندك هذا المولينيكس او هذا الخلاط الكهربائي العادي ديال العصير. غادي ديري فيه البيض وتخليه يعني يضرب لك البيض حتى يولي على شكل كريم. فكيف ما كتلاحظوا هنا غادي نبقى نخلط لانه غادي يدي معايا الوقت. وغادي نضيف قبيصه ديال الملح. غادي نبقاو نخلطو وغادي نضيف السكر. السنيده غنبقى نضيف شويه بشويه وانا كنخلط، ما غاديش نضيف السكر كله. كنقوموا بهذه العمليه حتى كنحصلوا على البيض انه تخفق مزيان. يعني كنبقى نضيف غير شويه بشويه وانا كنخلط، كنضرب البيض ديالي بهذا الخلاط. يعني خصني نشوف ان البيض تضاعف ولا بحال لا كريم. البيض كيولي بحال كريمه. كيف ما كتلاحظوا الكميه ديال البيض تضاعفات، يعني قربنا نحصلوا على النتيجه اللي بغينا. صافي غنقوم بهذه العمليه. كيف ما كتلاحظوا بقى لي غير شويه ديال هذا السكر. صافي غنقوم بهذه العمليه حتى نسالي وندوزو المرحله المواليه. هنا كيف ما كتلاحظوا غادي يبان لي الخليط الضعف، وتشوفوا كيف ما كتشوفوا ان البيض ولا بحال كريمه. غادي نضيف له الخماره، وغادي نضيف ما يعادل واحد 4 المعالق كبار ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. المهم تحصلي على بحال الكيكه، يعني خفيف بزاف. هو اصلا ما يحتاج الدقيق. هاد الخليط ما كيحتاج الدقيق بزاف. غير شويه، واحد 4 المعالق حتى 3 المعالق. اللقطه اللي ضفت فيها الدقيق راه مشات ليا، سمحوا لي. صافي من بعد ما غنضيف الخميره غادي نضيف الدقيق،
وغادي نديرو في واحد اللاطه طويله ديال الفران. غادي ندير هذا الكاغط ديال ورق الزبده، وغادي نضيفو في الفران كيكون على درجه مهيله. وصافي ندوزو المرحله الموليه اللي هي الكريمه. كنشريو هاد لاكريم ديال هولالا او اي كريمه. نضربها بالخلاط الكهربائي. كذلك هاد هولالا لازم تكون في الثلاجه قبل بواحد نص ساعه 3 ساعات، المكانه تكون بارده، عاد كتضربيها باش دغيا يطلع لك لاكريم. كيف ما كتلاحظوا لا كريم ديالنا ولات كتعقد، شدات راسها. فكيف ما قلت لكم بلي لا كريم ديالنا ضروري تكون في الثلاجه قبل ساعه تقريبا، تكون بارده، عاد نبداو نخفقوها او نخلطوها. هنا غادي نضيفها للثلاجه، وغادي نخرج لاجينواز ديالنا اللي كان في الفران. هانتوما كيف ما كتلاحظوا راه دغيا كطيب. غادي نخليها تبرد، وغادي ندوزو نقادو لا كريم ديال الشوكولا اللي غنزينو بها الكيك ديالنا. فهنا على بركه الله عندنا هاد الكسرونه غنضيفو فيها تقريبا واحد معلقه حتى معلقه ونص ديال الشوكولات ديال بودره الشوكولا او الكاكاو اللي كنقولوا حنا كاكاو. وغنضيف واحد نص كاس ديال الماء. غادي نخلطوا هاد الكاكاو لحقاش كيولي كويرات. ثم راني قبل ضفت واحد جوج معالق ديال الزيت، وغنضيف معلقه كبيره ديال السكر، وغادي نخليه على نار مهيله. صافي دابا غندوزو هنا عندنا هاد العلبه اللي هي ناباج معروفه لصحاب باتيسري. وعندنا المنكهات او الملون على حسب النكهه ديال التوت والحامض، كاين ديال البيستاج. المهم ناباج كديريه غير كدوبيه وكديري فيه النكهه وكتخلطيه بالخلاط. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نخلطوا لانه هو كيكون مكور شويه. هنا غتخلط ضربي شويه بالخلاط، او اللي ما عندهاش دير غير تذوبوا في عافيه مهيله في حمام مريم. وصافي وغادي تخليه من بعد على حسب على جنب، على حساب غادي نزينوا به الكيك ديالنا. غنقوم بالتحريك، يعني نحرك هاد الناباج باش دوك الكويرات ما يبقاوش دايرين، وغادي نخليه يذوب. وصافي غادي ندوزو للمرحله التاليه من بعد ما طاب الكيك ديالنا. قطعته على شكل مربع في هاد القطعه هذه. اللي ما عندوش ما يديرهاش، زعما ما كاينلاش ديري غير عادي بلا ما ديري هاد القطعه. هي كيف ما كتلاحظوا هاد السيرو فيه غير الماء وواحد نص كاس صغير ديال السكر وقطعه الحامض، وكتخليه حتى يولي شويه كيعقد، وكتبقاي تدهني به، كترشي به الكيك ديالك. بعد كتضيفي الطبقه ديال لا كريم. هنا كيف ما كتلاحظوا غادي نقوم بدهن هاد الكيك. وصافي من بعد ما غنسالي غادي نضيف لا كريم اللي غنخرجها من الثلاجه. اكيد لا كريم بعد ما كتطربيها كتدخليها ضروري الثلاجه باش تبرد، عاد كتقدميها يعني عاد كتخدمي بها. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا انا كنضيف الكريمه. هذه هي الطبقه الاولى. هاد الكيك فيه جوج طبقات. صافي كنضيف الكريمه كنقادها في هاد اللاطه. كنضيف غير شويه وكنبقى نقاد حتى كنقادها كامله. وغادي نضيف الطبقه الثانيه.
كيف ما كتلاحظوا من بعد ما قديت لا كريم كامله غادي نضيف الطبقه الثانيه، وهي كذلك غادي نسقيها بالسيرون ديالنا قد الجوانب مزيان، لانه ضروري يكون عندنا الجوانب مقادين باش ملي كتقطعي كيجي داكشي متساوي. صافي هنا غادي نسقيها يعني كيف ما درت في الاول غنديرو في التالي، غنسقيها مزيان غير شويه. هانتوما كيف ما كتلاحظوا ماشي بزاف، غير باش تجي رطيبه، حيت هي اصلا هشيشه، ولكن من الاحسن انك تزيدي ترطبي باش تحصلي على واحد الهشاشه ملي كتاكلي، كتلقاي واحد الرطوبه واحد الهشاشه في الكيك ديالك. فكيف ما كتلاحظوا هنا غادي نكمل بالسقيان، وغادي ندوزو للمرحله التاليه اللي هي لا كريم. هنا كيف ما كتلاحظوا الكريمه ديالنا غادي نضيفها كيف ما ضفت يعني في الطبقه الاولى، وغندير نفس العمليه في هاد الطبقه الثانيه. غادي نضيف الكريمه مزيان، نضغط عليها على حسب الجوانب كذلك باش ما يبقاش عندي البلايص خاويين. وصافي من بعد ما غادي نسالي غادي ندخل الكيك الفريغو ضروري، لانه خصو يكون متجمد باش كيكون في التقطاع كيجي سهل والكريمه ما كتخرجش. وحتى في التزيين كتزينيه على يعني كتزينيه هو كتجي ديك لاباج ديالنا كيجي زوين، كيجي زوين، كتجي حتى الكيك ديالك كيجي نقي، حتى في التزواق كيجي نقي. فكاين اللي كيخليه 24 ساعه، واللي محتاج يعني ضروري تخليه غير ساعتين 3 سوايع او 4 سوايع. المهم ملي تشوفي الكيك ولا جامد عاد كتخرجيه ثم كتقومي بالتزيين ديالو. هنا من بعد ما خرجنا الكيك من الفريغو كتشوفوا غير الحجره كيولي قاصح. دابا غنقوموا بالتزيين ديالو. فمن بعد ما قمنا بالتزيين ضفنا بس ناباج اللي حضرته معكم، وديك صلصه الشوكولا اللي كذلك حضرتها معكم. كتزينوا على حسب كل واحد والتزيين ديالو والذواق ديالو. فكيف ما قلت ان كل واحد والطريقه ديالو في التقديم في الذواق. فكاين اللي كيبغي يدير غير الشكلاط، وكاين هاد النباج اللي صراحه حتى هو كيكون كيجي غزال بالنكهات البيستاج، نكهات الحامض، نكهه التوت او الفراوله. فهكذا مشاهدينا الكرام خليكم في يعني في الطريقه ديال النتيجه ديالنا، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. ما تبخلوش علينا باللايكات وبالكومنتات زوينين بحالكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.